اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. مساءكم هنا وسعاده ورضا، صباحكم زي الفل على حسب ما بتتفرجوا على الفيديو. معاكم احلام يحيى في يوميات واكلات احلام. لو بتشوفوني لاول مره تقولوا انتوا بتشوفوني منين، ويا ريت تعملوا لايك وشير للفيديو علشان يوصل لكم منا كل جديد. النهارده هنعمل خلطه حلوه جدا جدا وتشكيله رهيبه تنفع في العزومات، حاجه كده عظمه وما حصلتش. قبل اي حاجه ندعي لبناتنا وولادنا في الثانويه العامه، يا رب يوفقهم ويسهل لهم الصعب بحق جاه النبي رسوله، وييسر لهم كل معسر يا رب، هم واولاده وامه محمد اجمعين، ويحقق لكل واحد اللي بيتمناه، وما يضيعش تعب الاهالي ولا فلوسهم يا رب العالمين، ويحرر بلدنا بحق جاه النبي، يحرر فلسطين، ويكون ربنا سبحانه وتعالى عونا لهم وينصرهم بحق جاه المصطفى رسوله. صلاة على النبي عليه افضل الصلاة وازكى السلام. الخلطة اللي احنا عملناها دي، حطينا كده حتة دهنة متسيحة، ايام الذبح بقى شحتنا حتة دهنة كده وسيحناها، وعملناها سمنة محترمة وبنت ناس بنعمل فيها المحشي، تلاقي الريحة عظمة. وقطعت فرمت بتاع 5 بصلات كبار، وحطيتهم كده مع الدهنة دي، ومع حبة زيت كمان. حطيت كمان البصل، وحطيت البهارات ملح وفلفل وكمون وكزبرة وبهارات المحشي، وعملت تشكيلة بهارات حلوة جدا، والملح طبعا. وبعدين حطيت معاها الطماطم بضربها في الكبة علشان ما يبقاش فيها ميه، وتاخد معايا وقت في النشفان، ان هي تتسبك كده وتنشف، لان طبعا احنا عارفين ان الصلصه بتاعت المحشي لازم تكون ما فيش فيها ميه عشان ما تضايقكيش في اللف. تمام. ومعانا كمان لحمه عملناها كده، سلقناها وقشطنا الريم بتاعها، او شلنا الشوائب على حسب ما كل بلد بتقول، ولحد ما تبقى معانا كده زي الفل. ونشيل كل ده، تستنى عليها لحد ما تطلع، للناس اللي اول مره تطبخ لحمه، او للعرايس الجمال اللي زي السكر دول اللي يطبخوا معانا ويشوفوا. بيقولك اقرب طريق لقلب جوزك معدته، فانت لازم تدلعيه بقى وتعرفي ان بصي، اول نصيحه لكل واحده قابله للزواج: الاكل ثم الاكل ثم الاكل. فهنيجي كده نشيل الشوائب خالص كده من اللحمه. تمام. حط بقى اضافتك يا مسكره، بعد ما اللحمه بقت رايقه وزي الفل كده، حط بقى ايه البصله بتاعتك والحبهان والمستكه، ورق لوري، ليمون لو بتحبيه، قرفه لو ليكي فيها. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. هتحطي كمان طماطمايه، هنحطها مع بعض دلوقتي. شايفين انا حطيت بصله سليمه مصححه. تمام. جبت بصله كمان متقطعه. بص، عايز تشرب شوربه اعملها بالطريقه دي، اقسم بالله تحفه للناس اللي هم هواة الشوربه يعني. حطيت فلفل اسود وكركم اصفر وطماطمايه وبصله متقطع، وحطيتها على الشوربه. شايفين لون الشوربه جميل ازاي، حاجه كده ما حصلتش. كمان معانا التسبيكه بتاعتنا، ايوه هي دي النتيجه اللي انا عايزاها، مش عايزه ميه بقى، عشان كده بعملها في الكب. معانا الرز بتاعنا مغسول وزي الفل. تمام. حطينا اول مرحله هي مرحله الرز. معايا كده ايه 300 جرام او 350 جرام من اللحمه المفرومه، اسيبها؟ لا، قمت مديله. وكمان نزلت كمان على بالصلصه المتسبكه، والله العظيم الصلصه دي ولت ريحه وطعم، حاجه كده ايه رائعه. وما كمان معانا الشبت والبقدونس او الشبت والكزبره طازه، فالدنيا كلها تمام. وهوب اديله بقى، وقلب كله ببعضه علشان كله ياخد من بعض. ما تعرفيش بقى هما كانوا كده متخاصمين، صالحيهم يا قطتي على بعض. الرز مع اللحمه المفرومه مع التسبيكه الجميله مع الخضار بتاعك، وقلبي. تمام. بصي، قلبي بايدك، قلبي بالمعلقه، قلبي، انت حره، ده اكلك وانت هتاكليه، محدش يشاركك فيه، انت اللي هتاكليه وانت اللي كده اهو. جبنا الحله بتاعتنا اللي هنحشي فيها، وحطينا طبقه كده من تقوير الكوسه، وطبقه كمان من عنق الكرنب، وكمان قطعت بصله كده وبهرتها كده بحبه فلفل اسود، بتديلها نكهه وريحه تحفه. انا عايزه تخانه حلوه كده، بحيث حله المحشي تتقلب يبقى اول صف زي اخر صف، وهو ده اللي هيكون ان شاء الله. معانا بقى تشكيله محشي معانا تحفه. جبت كوسه، انا بقى جبت كيلو ونص، جبت 2 كيلو، جبت 3 كيلو، كل واحد عارف هو بياكل قد ايه واسرته في احتياج قد ايه، او كام كيلو او كده. تمام. سبحان الله، والله العظيم يا ولاد، الاكل ده نصيب ورزق. ودايما اسامه جوز الله يشفيه ويعافيه يا رب العالمين، ويشفي كل مريض، يقول لي عمرك ما تزعلي على موضوع الاكل ده، او ان انت تخافي ان حد يخش لك. يقول لي يا ام ادهم، اللي ياكله، اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله، اللي ياكلوا فردين ياكلوا 3، واللي ياكلوا 4 ياكلوا 5، واللي ياكلوا 6 ياكلوا 7. فاكلك اللي هتعمليه هيكفي الرك على البركه. سمي الله وصلي على الحبيب، ودايما اكلك يكون مذكور على اسم الله، هتلاقي والله العظيم البركه حله سبحان الرازق.
لو عندك وليمه وما انتش راضيه او ما سميتيش الله، فهو الموضوع بيبقى ايه، اللهم عافينا يا رب العالمين. تمام تمام. عملنا بقى الطبقات بتاعتنا كده، وتيك تاك تيك تاك لحد ما خلصنا الكوسه بتاعتنا. ما قلتلكوش. عملت انا كده ناويه اعمل حله صغيره فيها تشكيله حلوه كده من المحشي. اتهفت معايا وقلت لحماتي الله يشفيها، احنا يا ماما ايه هنعمل تشكيله محشي النهارده. جبت تشكيله المحشي ما قدرتش، قلت لها اجلي يا ماما خليها لبكره. بكره دي سبحان الله جالنا ضيوف، مش ضيوف طبعا، هم اصحاب بيت يعني، بس كان لهم نصيب في الحاجات دي. وفعلا ما شاء الله والله العظيم كفى وفاض وراح منه لاصحاب نصيبه. ياه، الرك على البركه والله يا اولاد، ربنا يا رب يشفينا ويعافينا، وكله ياكل وكله يتبسط. وما تخافيش ابدا ان ضيف يخش عليك، ده الضيف برزقه وبيخرج معاه 70 مرض. فانت متخيله لما تكرمي ضيف يعني سبحان الله. جبت ورق العنب مع اني ماليش تقول عليه خالص، بس جبت هو الهفه جت لي ان انا اعمل تشكيله محشي، هاكلها ما هاكلهاش هعملها وبس. تمام تمام. جبت الورق وتيك تاك توك تاك كده، وقعدت الفه زي الناس اللي بيعرفوا يلفوا المحشي. قال يعني ايه بيعرفوا يلفوا ورق العنب، واخده بالك؟ اهو شلت الورق اللي ما تعجبنيش ما لفهاش. الموضوع مش عايز وجع قلب هو يعني. اهو هنلف المحشي بتاعنا. هات المشرب يا جورج. اهو زي ما انتوا شايفين بالظبط، وهو المطلوب اثبات لحد ما الحله بتاعتنا تتساوى، تبقى متساويه، تبقى زي الفل. طبعا أنا استحاله هعمل الكميه دي، وكمان هيبقى في حله محشي كمان كرنب هعملها وانا واقفه يعني، لا ما تهزروش. انا عملت معاكم الكوسه والفلفل عشان سريع، فوي عملت معاكم كام ورقه عنب كده للناس اللي ما بتعرفش تلف ورق عنب، قال يعني انا اللي بعرف الفه. المهم اتعلمي يا اختي، يمكن ينوب صواب فيكم فيكم ولا حاجه، واكسب منكم صواب ان انا عرفت اعلم حد يعني. ويا رب يجعل الفيديو ده في ميزان حسناتنا يا رب العالمين. المهم جيت بقى ايه يا ست، ما انتي يا تقطي انتي. خلصنا لف ورق العنب، ما خلصناهوش يعني، بس انا حبيت اوريكم الشطه الحاره دي جميله قوي يا ولاد في المحشي، بجد والله العظيم طعمها حلو. فقلت هي تشكيله محشي بقى، واللي عايز برنجان عايز، اللي عايز برنجان ابيض برنجان اسود بطاطس طماطم، احشي اعمل اللي انت نفسك فيه، هي حلتك كنت حره فيه، ابدعي ابدعي. يا رب تاكلوه في الصحه يا رب دايما، ويكون الاكل كده والله العظيم يا ولاد. الاكل زمان كان له طعم تاني، اقسم بالله الحله دي ما كانتش بتكفينا. حياة ربنا المعبود كانت امي تقريبا حله تتقلب، وحله يعني حله نقلبها كده على ما تتقلب اصلا يكون كلت نصها، ونقعد ناكل ونرجع تاني. يلا الحمد لله. هنا كده معاكم حله المحشي الصغيره كرنب، ومعانا اللحمه استوت وبقت عظمه، وشايفين ميه كده ميه. ودي كملناها بقى كرنب على ورق عنب. التشكيله بتاعتنا الجميله، الحله الجميله دي، وهنسقاها بالشوربه بتاعتنا، وهنقد لها بالشوربه، وحطينا عليها مرقتين دجاج، وسيبها بقى تستوي، وهتطلع معاكي احلى واطعم حله محشي ممكن تدوقي، وتسعفك كمان في العزومات. اللهم صل على النبي. زي ما بقول لكم كده، كان الاول والله العظيم ساعه ما كنا نيجي من المدرسه كنا نعرف ان امي طبخه محشي من ريحه المحشي، بيبقى جاي من اخر الدنيا. ربنا يهونها علينا وعلى كل مسلم يا رب العالمين. بجد بجد احنا اولادنا فقدوا طعم كل حاجه، طعم كل حاجه بتاعت زمان. بجد احنا لنا ذكريات كتير نتكلم عنها، هم ما لهمش اي حاجه خالص غير التليفون. الله يهديهم يا رب العالمين. تمام، ظبطنا الدنيا كده، وهي عملنا المحشي بتاعنا واللحمه بتاعتنا استوت، وهنعمل كمان الكفته بتاعتنا. حطينا معلقتين من الدقيق، معلقه كبيره من النشا، نص معلقه من بيكنج باودر، حطينا كمان 4 كده معالق من الكزبره والشبت المفرومين ناعم. معانا بصله متصفيه تماما من اللهم بارك من الميه، معايا ملح وفلفل ورشه من ال7 بهارات. وشكرا، هي دي احلى واطعم كفته ممكن تطلع معاكي بطريقه حلوه جدا 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 بصراحه. واديله ادي بقى، متغاظه من حماتك، متغاظه من جوزك، ولادك مضايقينك، اعملي حته كفته وطلعي كل طاقتك فيه. اعجني في الكفته كده، ما عندكيش مش قادره تعجني حطها في العجان، ما عندكيش عجان والله حطها في العجان هتلاقيها اتعملت معاكي بقت زي الفل. حطها في الكب، المهم حطها زي ما تحطيها، وبعدين اركنيها على جنب. ما ركنتهاش اشتغل على طول عادي خالص. جبت صينيه كده قطعت فيها فلفل وبصل، وعملت صبعت الكفته بتاعتي. تصبعيها بقى على خله، تصبعيها على ايد شوكه زي ما انا بعمل كده، ايد معلقه، صبعها زي ما تصبعي.
هتطلع معاكي برضو بنفس النتيجة. اهو اعملي قيمة مثلا الكرة بتاعتك علشان يبقى كله مقاس واحد، واعمليها معاكي ما شاء الله لما اتفكت ولا اي حاجة. الطريقة دي حلوة جدا، وحلوة جدا كمان للشاي. اعمليها بأي طريقة انت نفسك فيها او بأي طريقة انت عايزاها، بس يعني في طريقة التصبيع، انما كطريقة نفسها هتنفعك جدا بصراحة، هتبقى معاكي حلوة جدا. كده خلصنا الكمية ودخلناها الفرن وتمام. يلا بقى نقلب حلة المحشي بتاعتنا، وجبنا الصينية، وعمالة محتارة اشتغلها منين وازاي وفين. هو مين عند مين؟ طبعا النور الشمس كانت مضايقانا، ودايما بناكل والكهرباء بتقطع. والله العظيم انا ما بسجلش فيديو انا لازم اخد لقطة النور دي. هوب، اتقلبت. طبل بقى، طبل طبل. ويلا ورينا جمال حلة المحشي. اللي بيصورنا عمال يقول لي النور 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 النور، بصراحة كان مخلي الإضاءة وحشة جدا. هوب هوب هوب، شايفين الجمال؟ يا جماله. حلة المحشي مفيش ولا صباع ملزوم. هو ده الغرض من الفرشة بتاعت الأرضية بقى، تطلع معاك نتيجة عظمة. وأول واحدة زي آخر واحدة. هوب، وفردنا وتشكيلة المحشي الجميلة دي. الله 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 على الريحة، الله الله. والشطة بقى والورق العنب والكوسة. والله العظيم كل حاجة بصوا ملفوف، مفيش حاجة اتفكت يا ولاد. ده البت ام ادم دي بتعرف تطبخ. يلا بقى نعمل ايه بحلة المحشي التانية. على صينية تانية. هوب اديله، هوب اديله، هوب اديله، هوبا. عفوا وعذرا لان عندي برد جامد جدا. وعملنا، شفتوا البتاع اسمها ايه؟ شفتوا الكفتة؟ الله 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 الله. شايفين بقى حلة المحشي هي كمان اتقلبت وبقت فلة، بس الصينية طلعت صغيرة على مش مشكلة. دلوقتي اخدنا اللي هياكل، اخدنا من الصينية الكبيرة وحطينا بقية المحشي كله على صينية واحدة. اهو معانا المحشي كده عظمة عظمة. الله 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 الله. ومعانا كمان الكفتة. والله العظيم جميلة جدا. انا ماسكة على ديني قوي، يعني الحلة من امالتها قوي عمالة كل شوية اجيبها في الكاميرا. هي لا، الحلة دي والله لازم ارميها. بس يا رب حماتي ما تسمعنيش. شايفين الكفتة؟ اصلا الكفتة نصها هتاكل، على ما خلصت التصوير كانوا اكلوها يعني.